بتبدأ حلقتنا بعد غضب حارس الفهد الأسود من كين اللي اتريق على الفهد، فبيبعت هكمس الأكومة تسيطر عليه، وبيتحول هو كمان لفهد أسود وبيطلع يجري ورا كين وبيخرج كل الحيوانات اللي في الحديقة، وبتتحول مارينيت للدعسوقة وأدريان بيتحول للقط الأسود، وبيروحوا للفهد وبترمي الدعسوقة اليويو على الفهد وبتكتفه، لكنه بيؤمر باقي الحيوانات إنهم يهجموا عليها وبيطلعوا يجروا، والحيوانات بتجري وراهم وبيقدروا يشتتوهم وبيرجعوا تاني الكيم والفهد الأسود، والدعسوقة بترمي اليويو على رجل الفهد وبتمسكه وبيتحول الفهد النسر وبيطير منهم، وبتروح الدعسوقة ومعاها القط الأسود ورا كيم، وفعلا النسر بيجي وراهم وبيتحول لدعسوقة صغيرة وبيدخل جوه البيت وبيحبسوه في علبة، لكنه بيتحول لفهد تاني وبيخرج لهم وبيجري وراهم وبيدخلوا جوه أتوبيس وبيدخل معاهم وبيتحول لدب وبيهجم على القط الأسود، وبتقدر الدعسوقة إنها تكتفه، لكنه بيتحول تاني لدعسوقة صغيرة وبيرجع تاني الفهد وبيستخدم القط الأسود القطاطية وبيعطل بيها أبواب الأتوبيس وبيقدروا يخرجوا وبيحبسوا الفهد في الأتوبيس، وبيفضل يتحول لحيوانات كتير لحد ما بيتحول لديناصور وبيخرج لهم وبيطلعوا يجروا منه، وبتستخدم الدعسوقة تعويذة الحظ وبترمي لها كوريك عربية، والقط الأسود بيطلع فوق راس الديناصور، والدعسوقة بتلف اليويو على رجليه وبيقع الديناصور في الأرض، وبتجري الدعسوقة وبتدخل جوه بق الديناصور وبتستخدم الكوريك وبتفتح بقه وبتنزل تاخد الأسورة وبتكسرها وبتخرج منها الأكومة وبتزيل منها الشر، وكل حاجة بترجع لطبيعتها تاني، وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا أحلى الحلوين، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير. سلام.